الضرب في الميت حرام. لحد امتى اي اخطاء بتحصل في البلد بيدفع ثمنها المواطن المصري؟ ليه اصحى الصبح الاقي فاتوره الكهرباء بتاعتي زادت الدبل والتريبل كمان؟ يعني زادت مرتين او ثلاثه. عشان ايه وانا عمال اصلا اوفر استخدامي؟ يعني كل ما عيل يطلع من الاوضه اقول له اطفي النور، بشيل الشواحن، بعمل كل حاجه اقدر عليها علشان اقلل فاتوره الكهرباء، علشان ازق الدنيا عشان اعرف اعيش في الشهر. فتيجي حضرتك بجرة قلم عادي كده جدا ترفع لي الفاتورة مرتين وتلاتة. حضرتك احنا العمارة عندنا كلها وانا مش في منطقة رهيبة يعني، واحنا في شتاء مش مولعين تكييفات ولا مراوح، دافعين 1000 وشوية. ده اقل فاتورة بعد ما كنا بندفع 300، بعد ما كنا بندفع 400. حضرتك في يوم وليله صحيت كده قلت بس خلاص انا هحاسبكم بسعر معين، وكل الشقق المخالفه هرفع من عليهم الدعم كاملا، دعم الكهرباء كاملا. طب انا لما جيت اشتري الشقه دي كان وقتها القانون ده موجود؟ لا، ما كانش موجود. تيجي تتكلم يتقالك ايه؟ وحد قالك تشتري شقه مخالفه؟ طب ما حضرتك اللي سبتها تتبني كمخالفة وسبتني اشتريها ورحت وثقتها في الشهر العقاري وانت قبلت وخدت النسبة بتاعتك وكل حاجة كانت ماشية تمام. جيت افتكرت دلوقتي بعد 10 سنين و20 سنة ان هي مخالفة؟ حضرتك استفدت، المقاول خد فلوسه ومشي، وانا في الاخر اللي بدفع الثمن، انا المواطن اللي بدفع الثمن. انا ايه ذنبي ان حضرتك ما قدرتش تقنن موضوع المباني او المنشآت او الشقق المرخصه؟ او لا، انا ايه ذنبي؟ انا ادفع تمن ده ليه؟ ليه حضرتك تجبرني يا اما ادفع الفاتوره دي يا اما اعمل مصالحه بتمن الشقه؟ يعني انت شايف ده توقيت مثالي ان انت تعمل كده؟ يعني احنا عمالين نجيبها يمين وشمال، ناخد المرتب نجيبه يمين وشمال عشان يكفي صحة وتعليم وكهرباء ونور ومية وغاز، ومش مكفي. والرجالة بقت بتشتغل شغلانتين وتلاتة، ما في الست ما بقتش بتشتغل، يا بتشتغل في بيتها يا بتشتغل بره، ومش مكفيين. والله ما مكفيين، اقسم بالله ما مكفيين. بنخاف نعيا، احنا بقينا بنخاف نعيا، احنا بنخاف عيل من العيال يسخن. في ايه يا جماعه؟ مش كده. كل حاجه بتحصل في البلد انا بس اللي بدفع ثمنها؟ انا المواطن اللي بدفع ثمنها؟ مفيش مسؤول بيدفع الثمن؟ مفيش حد بيدفع الثمن غيري؟ ده حضرتك لو انا هتكلم على محافظه زي اسكندريه، قافل لي اصلا البنا بقالك كام سنه؟ قافل البنا بقالك كام سنه؟ ما انا لازم اروح اشتري في العمارات وفي الشقق الغير مرخصه. يعني هجيب منين؟ واحد عايز يتجوز النهارده هيجيب شقه منين ومفيش بنا؟ هيجيب منين؟ انت عايز ايه؟ حضرتك عايز ايه يا حكومه جمهوريه مصر العربيه؟ عايزين مننا ايه كمواطنين؟ احنا عايزين نعيش. صعبة بجد والله. عايزة أعيش، عايزة الثلاث وجبات، أفطر وأتغدى وأتعشى أنا وعيالي، وعايزة أعلمهم، وعايزهم لما يعوا يعرفوا أوديهم لدكتور. دي صعبة في حاجة؟ صعبة؟ أنا ما بقتش عارفة أعمله. أنا الحاجات الأساسية دول اللي هم الحاجات الأساسية اللي بيعملها أي كائن حي، أنا ما بقتش عارفة أعملهم. بتزودوا علينا ليه؟ ليه بتضغطوا علينا كده؟ طب عايزين ايه يعني؟ عايزين ايه من المواطن؟ عايزينه يعمل ايه؟ ده حتى مش هيعرفوا يسرقوا. يعني ده لو حتى واحد قالك انا هروح، هتسرق من مين؟ ما هو محدش بقى معاه حاجه، كل الطبقات بتشتكي. ليه يا فندم؟ ليه حضرتك؟ احنا عملنا لكم ايه؟ ليه بتعاقبونا ان احنا بنحب البلد؟ ليه بتعاقبونا ان احنا عايزين نعيش فيها؟ انا مش عايز امشي، محدش عايز يمشي ويسيب بلده، محدش. حضرتك بتدي امتيازات للاجئين افضل مننا. حضرتك انا بلاقيهم بيروحوا وياخدوا مرتبات افضل مني انا اللي عايشه في البلد. رافعين علينا الايجارات، رافعين علينا كل حاجه، وعلى عيننا وراسنا واحنا شايلينهم. بتديهم كروت يروحوا فتح الله ويروحوا الهايبرز ويروحوا مش عارفه ايه، ياخدوا اكل ببلاش. بتعمل لهم مش عارفه منحه تعليم ما بتعملهاش لابني. بتديهم قروض صحة وخصومات، كتر خيرك على راسنا، احنا عايزينهم معانا بس. احنا طيب ايه؟ احنا ايه طيب؟ هم ليهم متحدة وليهم كيانات وحاجات بتتكلم عنهم ان هم ناس لاجئين ما لهمش بلد. احنا بقى مين يتكلم عننا؟ طيب نروح لمين؟ طيب نروح لمين؟ طيب رفقا بينا يا جماعة. الضرب في الميت حرام، والله العظيم والله العظيم. المواطن المصري أصبح ميت، أصبح ميت. بتعملوا إيه بقى فينا بقى؟ بتعملوا ليه كده طيب؟
راعوا ربنا يا جماعة، راعوا ربنا، والله راعوا ربنا. خلاص، يعني ما فيش كلام تاني أقدر أقوله بقى.